السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. النهاردة وصلنا لحصاد نبات الملوخية اللي احنا زارعينه على السطح، وبدأنا الحصاد. كده بنقص الملوخية دي، القصة تعتبر الأولى بعد الزراعة. وعشان نقص الملوخية ممكن نقصها حوالي 4 مرات أو 5 مرات. وأنا عملت بلاي باك برضو، بجيب من الماضي بدايات الزراعة بتاعة الملوخية من تجهيز التربة وبدار البذرة، زي ما حضراتكم شايفين بسرعة برضو كده بفكركم برضو. وبعدين نروي ونشبع طبعا في الرية الأولى دي طبعا. وطلعت الملوخية طبعا طول حوالي سنتي. دي كانت دي الطلوع اللي هو الأولاني بعد 4 أيام، والطلوع ده بعد النمو ما بعدها حوالي 10 15 يوم. وبراوي طبعا، ولسه ما كنت سميت طبعا، ما فيش اي تسميد ولا اي حاجة في الفترة الاولانية غير بعد حوالي 25 يوم. والتسميد طبعا بسمد بتسميد زبل الحمام. التسميد طبعا بيبقى بشاي الكمبوست او منقوع زبل الحمام، وبخفف 10% زبل الحمام، وحوالي 70% أو 50% مية عادية، وبتخلطوا على بعض وبسمد بيهم. وده هو ده كالتسميد اللي وصل الملوخية زي ما حضراتكم شايفين بالروعة والجمال ده. دي شكلها كده جميل، والملوخية طرية، ما فيهاش جفاف، ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي عوامل فطرية ولا جفاف ولا أي حاجة. وكده بروي حسب جفاف التربة. بالنسبة للرعاية اللي هي للري لازم حسب جفاف التربة، يعني كل التربة ما تبقى فيها نسبة جفاف لازم اروي. وعادة في الصيف اللي هو الشديد ده طبعا بنروي كل يوم مرة، بتبقى المغرب او بعد العصر. وزراعة الملوخية بتجود في الارض السمراء، والارض اللي هي المختلطة الرملة على سمرة، زي ما انا عامل 50% رمل و50% ارض سمراء. وتجود الزراعة ومواعيد الزراعة بتجود من شهر 4، يعني ممكن شهر 4 و5 و6 تبدأ الفترات دي كلها اللي هي من بعد الربيع، من بعد شهر 3 تجود فيها الملوخية طبعا. والملوخية بتننا ناخده منها حوالي زي 5 حشات أو 4 حشات حسب التسميد وحسب الرعاية بتاعة النبات. ودي طبعا كده خلاص النهاردة هنحصد ان شاء الله الملوخية النهاردة. وزي ما انتوا حضراتكم شايفينها كده، هي كده وصلت للمستوى اللي اللي المفروض ان يحصل الحصاد فيه. وبعد ما هنحصدها ان شاء الله وتبقى كده خدنا اوراق الملوخية منها طبعا عشان تروح المطبخ، هنبدأ عملية تسميد تاني بمنقوع زبل الحمام تاني، وهنروي تاني بحيث ان الملوخية ترجع تدينا كمان بطن تاني. وطبعا بنحطها في مكان يعني ما هو الشمس قوي ومش ظل، يعني ظل مكسر مثلا، بحيث الحرارة الشديدة ما تساهمش في ان الافات تبقى موجودة على الملوخية، وعشان الورق ما يتخرمش وما يبقاش فيها اي افات بسيطة. وزي ما انتوا شايفين كده الملوخية بكل حيوية وشكلها جميلة، وارتفعت الارتفاع المطلوب. يعني هي كده ارتفعت حوالي طول حوالي 50 سنتي، وهو ده اللي مطلوب طبعا، ال50 سنتي دول، بحيث ناخد منها اوراق وناخد منها برضو فروع ضعيفة، بحيث تساهم في في الملوخية نفسها. واما نيجي نقص هنقص طبعا يا دوبك هنسيب سنتي واحد من تحت، ونبدأ نقص بالمقص سنتي واحد على التربة مش اكتر، عشان كده يحصل نموات جديدة. عشان هنروي تاني، وبعد ما نروي هنحط السماد بتاعنا ونسيبها بقى عشان تطلع ترب تاني ويحصل نموات جديدة تاني، وتوصل تاني لحد ما توصل 50 سنتي. يعني هتاخد لها حوالي مثلا زي ممكن شهر أو أقل من شهر أو 25 يوم. هو الغيبان كله بيبقى في النمو الأولاني بس، إنما بعد كده بيبقى النمو سهل وبيبقى قريب من بعض.
يعني ممكن 20 يوم 25 يوم، ونبدأ ناخد منها تاني بطن تاني ونحصدها برضو. فالملوخية سهلة خالص زراعتها، مش صعبة ولا حاجة. حتى أي حد مبتدئ زي حالاتي كده في الزراعة ممكن يزرعها في بلكونة مطبخ، على سطح. وتقويها طبعا ما هيش غالية، تقويها رخيصة خالص. و... والري بتاعها يعني مش مكلفة يعني ممكن شالية زي دي أو طيشت أو مجور أو أي حاجة مثلا ممكن نزرعها، مش هتكلفنا حاجة في المطبخ أو على السطح أو أي حاجة. انتوا شايفين العود قد ايه طبعا، والورق قد ايه، ودي رعايتها مش صعبة زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. ادي احنا كده بنقص الحصاد. بدأ الحصاد كده في الملوخية طبعا. انا بحصد بالمقص اهو، وزي ما قلت لكم لازم نوطي القصة تحت حوالي سنتي واحد، عشان ندي فرصة بقى للنموات اما تشرب. كده بقى انا هحصد الملوخية كلها طبعا عشان انزلها المطبخ. واتمنى ان انا اكون بقدم لكم مادة برضو تنفعكم. ويا ريت برضو اللي بيتفرج على الفيديو لاول مرة على قناة كوكب النباتات يشترك ويدعمنا طبعا، لان الدعم ده بينفع القناة وبيعمل انتشار، ويعمل لايك ويعمل شير، وينفعنا بحاجة مش هتضر برضو. يبقى احنا نستمر وبنحاول نقدم لكم مادة برضو. وكده نكمل الحصاد كله في الطبق ده. طبعا احنا لو بنشتري مال الطبق ده من بره بمبلغ وكويس، والحمد لله اما يبقى عندنا الملوخية بتاعتنا طبيعية بمواد طبيعية، ولا أسمدة ولا أي كيماويات ولا رشينا دواء ولا أي حاجة، ولا فيها فطريات ولا فيها أي حاجة. يعني دولت يعملوا طبخة ملوخية سهلة خالص. وكفاية إن أنت زارع في بيتك أو على سطحك أو في بلكونتك، ده حاجة كويسة وكده كملنا كده الحصاد كله بالمقص. هنكمل ملو الصينية. طبعا الصينية انتلت خالص وهو هو ده الشالية او المجور الكبير اللي احنا زرعنا فيه من الاول لو انتوا تفتكروا كده. شو الصينية انتلت على خيرها ملوخية طبعا. كده هنروح بقى لمرحلة التسميد اللي هي بعد انا عندي هنا في ده تسميد زبل الحمام، واللي في ريحه ده كومبوست نباتي، وفي كمان الكومبوست بتاع اوراق شجرة المورينج. يعني انا عندي 3 انواع اسمدة حسب ما انا عاوز باخد منهم. دي اسمدة طبيعية. انا هاخد دلوقتي منقوع زبل الحمام، هاخد منه مقدار حوالي 10% 20%، واحطه على 2 لتر مية. كده انا بخلطهم مع بعضه. كده بخلط على بعضه عشان المية تخفف، السماد يخفف، ما يبقاش حامي على على النبات. ولو ان الملوخية دلوقتي بتستحمل لانها خلاص بقى سماد بكده. بنحط السماد بالمية اللي احنا خلطناها على بعض كده، ما نخافش على الملوخية خالص، لان الجذور بتاعتها بقت قوية وتستحمل التسميد طبعا المخفف اللي انا بحطه. ده تسميد زبل الحمام لان احنا محتاجينه بقى في الايام الجاية دي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، ويا رب نكونوا ننول اعجابكم ونقدم حاجة مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.